حاجتين بسيط جدا لو عملتهم في الفيديو بتاعك تأثيرهم على الفيديو ده هيبقى كبير جدا. ناس كتيرة بتشتكي ان المشاهدات قليلة، بالذات لو قنوات لسه بادئة بتعمل فيديوهات بتتعب على المحتوى، بس بتحس ان الخوارزميات مش قادرة توصل الفيديو بتاعها اكتر. فلو انت فعلا عايز المشاهدات بتاعتك تزيد كمل مع الفيديو. اول حاجة مهمة جدا انك تهتم بيها انك اي فيديو تعمله تجدوله، يعني ما تنزلش الفيديو على طول. يعني مثلا هنقول اليوتيوب هنجدول الفيديو ده ينزل بعد ساعة، الافضل ليك انك تنزله تاني يوم. يعني نفترض ان انا عملت مثلا يوم الخميس الساعة 6 فيديو، انزله الجمعة الساعة 6، اجدوله للجمعة. طيب ده بيفرق في ايه في الفيديو؟ بيفرق ان الفيديو بيبقى نزل على اليوتيوب لما انت بتدوس ابلود وتجدول الفيديو ده، كده هو خلاص بقى في اليوتيوب وبقى في خوارزميات اليوتيوب، بيعرف هو هيوصله لمين وبيدرس الفيديو كويس جدا، وبيبقى في سيرفرات اليوتيوب بيتراجع. لكن لو نزلت الفيديو على طول المهمة دي بتحصل والفيديو معروض بالفعل، يعني الفيديو هو معروض بيبتدي بقى يشوف هيوصله لمين وهكذا. عشان كده بقول لك نزل الفيديو بعدها بيوم، بحيث خلاص الفيديو ينزل يبقى عارف هو هيروح لمين. الخطوة الجاية اللي هنفعلها مع الجدولة الفيديو ان احنا نخلي الفيديو يتعرض كبريمير. بريمير ده هو بيجيب نوتيفيكيشن لكل شخص ان الفيديو ده بيتعرض دلوقتي، ولو دخل هيبقى الفيديو معروض، يعني ما ينفعش يرجع ولا يأخر ولا اي حاجة. طيب البريمير ده هيفيدني بايه؟ البريمير فايدته ان هو هيوصل نوتيفيكيشن للناس اللي عامله سبسكرايب واللي مش عامله سبسكرايب، ولما الفيديو بقى يخلص البريمير وينزل هيجي نوتيفيكيشن تاني، فطبعا المشاهدات هتزيد اكتر، نسبة اللي هيدوسوا على النوتيفيكيشن اكتر، مع كمان اللي احنا جدولنا الفيديو، فدي هتفرق قوي في المشاهدات وفي عدد ساعات المشاهدة لو انت لسه قناة ناشئة وعايزة تحقق ربح. طيب الموضوع ده هنعمله ازاي؟ الموضوع لما بنعمل ابلود للفيديو بتاعنا، مثلا رفعنا فيديو معين، خلاص انت بتكتب هنا الفيديو عبارة عن ايه، فليكن تيست مثلا، وتكتب الوصف بتاعك عادي جدا، تحط الثامبنيل وكل حاجة تمام. طيب اللي انا عايزه اخر خطوة خالص في الفيديو، انت عندك خاص، يعني الفيديو انت بس اللي هتشوفه حتى لو معاه لينك، غير مدرج يعني لو حد بس معاه لينك هو اللي يقدر يشوف الفيديو، وعندك علني. فانت هتعمل علني اللي هو بابليك، وهتعمل ضبط الفيديو كعرض اول فوري، وهتنزل تحت شوية وتختار ضبط موعد العرض، وتحدد مثلا يعني النهاردة 18، هو محدد لي 19، ومثلا الساعة مثلا دلوقتي لو قلنا 6، فأنا برضو أحدد الساعة 6 بكرة، وأقول له ضبط الفيديو كعرض أول. وبس كده احنا خلينا الفيديو يتعرض عرض أول، وكمان خليناه ينزل تاني يوم بس، وتنشر الفيديو بتاعك، وهتلاحظ فعلا تحسن سواء في المشاهدات سواء في المشتركين، عشان تحقق عدد الساعات المطلوبة. وعامة بعد التحديث الأخير لليوتيوب الخوارزميات بقت أسلس، بقت تحسها إنها فعلا عايزة ما بقتش معقدة زي زمان، بقى ممكن ينشر الفيديو بتاعك. بس هي أهم حاجة عند اليوتيوب إنك فعلا تبقى بتقدم محتوى، يعني المحتويات اللي تركيزها أكتر على الاي اي أو تركيزها زيرو عنصر بشري، اليوتيوب ما بقاش يحبذها قوي زي ما يكون لا الفيديو متعوب عليه فيه محتوى فيه قصة بس. وان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب.